يعني لما تلاقي الفرخ ميت وتيجي تشرحه ما تلاقيش اي مشكله الا في الكبد. تحس ان الكبد انفجر فجاه مره واحده، الكبسول او الغشاء اللي حوالين الكبد تحته نزيف، والنزيف بعد كده بيطلع على الجسم بيعمل نزيف داخلي، وبيكون هو ده السبب الرئيسي للوفاه، النزيف الداخلي. طيب ليه الكبد حصل فيه نزيف زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو؟ وازاي نعالج المرض ده؟ وهل لو جه بنسبه معينه زي فرخ ولا فرخين كل يوم هيكون علامه على ايه؟ او ممكن يكون انذار خطر لازم اخد بالي من ايه، علشان ما نوصلش للمرحله اللي حضراتكم شايفينها في الفيديو ان النافق بيزيد بالمئات، وكمان محدش طبعا لانه مرض نادر في التسمين، عارفين على ما توصل للتشخيص بتكون الدنيا خلاص ايه باظت. فاحنا النهارده بنحاول ان احنا نقرب لحضراتكم المسافات. لو شفت فراخك فيها الحاله دي او التشريح ده، اعرف ان انت في جرس انذار لازم تاخد بالك منه. المرض اسمه فاتي ليفر هيموراجيك سندروم او تدهن الكبد. اللي بيحصل ان الكبد بيتراكم عليه دهون. طب الدهون دي جايه منين يا دكتور؟ الدهون بتيجي من الطاقه العاليه. يعني ايه طاقه عاليه؟ يعني ممكن العلف يكون تركيبته فيها طاقه عاليه، من الناس مزوده الزيت او الدهون علشان تديك طاقه. غالبا يا شباب المرض ده بيظهر في الفراخ البياض او الامهات اللي محبوسه في بطاريات. ليه؟ لان انت في البطاريه الفراخ ما بتتحركش، فمش محتاجه طاقه كتير، فلما تاكل علف فيه طاقه عاليه الطاقه دي بتتحول للدهون، والدهون تروح جايه عامله ايه؟ الاعراض اللي حضرتك شايفها على الفيديو، وينفجر الكبد بنزيف داخلي يسبب موت مفاجئ. لكن في التسمين المفروض ان الفراخ بتجري بتلعب بتاكل وبتشرب وبتتحرك، فعلشان يظهر المرض في التسمين بيكون برضو دايما غالبا العنبر زحمه، الفراخ ما بتتحركش كتير، الجو حار، فبرضه زي ما قلت لحضرتك كده الجو الحار مع عدم الحركه، يعني مفيش مخرج للطاقه، انت عمال تدي علف طاقته عاليه للفراخ وهتلاقي تحويله عالي، يعني العلف تحويله عالي والفراخ كويسه، وهتلاقي النافق في الاحجام الكبيره اكتر، يعني الفرخه كويسه قدامك بس فجاه ماتت. في كمان اسباب بتساعد على ظهور المرض ده زي مثلا السموم الفطريه زي الافلاتوكسين، او اسباب وراثيه، سلالات فيها تحويل عالي فبتاكل طاقه كتير، فالمهم تبص تلاقي الفرخه كويسه قدامك وفجاه هوب تموت بشكل غريب جدا. ودلوقتي ندخل في المفيد على طول، ازاي نعالج الحاله دي او نتفاداها علشان ما تحصلش عندك في الفراخ التسمين. العلاج باختصار انك تحط منشطات للكبد زي اللي هتظهر على الشاشه دلوقتي قدام حضراتكم، زي الكارنيتين، الكولين كلورايد، الميثيونين، فيتامين B12، الهيسيلينيوم كانتي اوكسيدنت، يعني بتحط التركيبات اللي فيها او الادويه اللي فيها التركيبه دي، وغالبا بتلاقي المواد دي في منشطات الكبد. يبقى الخلاصه حضرتك بتجيب منشط كبد مع فيتامين هيسيلينيوم علشان تتفادى تفاقم المشكله دي. النقطه الثانيه ان حضرتك تحاول تقلل الحراره الى اقل درجه ممكنه، بس ما توصلش انك الفراخ تبرد منك، يعني تمشي على الحراره المطلوبه بالظبط، ما تزودهاش. يعني احنا دايما متعودين بنزود الحراره شويه درجه درجتين ثلاثه، لكن في الحاله اللي زي دي على طول لو الكتاكيت مثلا عمر 14 يوم الحراره المطلوبه مثلا 28، يبقى انت ما تزودش عن 28، شوف الحراره المطلوبه ايه وما تزودهاش، علشان يبقى انت ما يبقاش فيه ستريس بقى او ضغط من الحراره جاي من الخارج، كفايه الحراره اللي جايه من العلف. طيب النقطه الثالثه ان انت تحاول تخلي الكتاكيت تتحرك، تبذل طاقه، يعني وسع لو في العنبر لسه ما اتفتحش افتحه كله. النقطه اللي بعد كده ان انت تقدم عليقه ما فيهاش طاقه، يعني لو انت مثلا كنت بتاكل علف ناهي ما فيش مانع ان انت ترجع للعلف النامي اللي هو اقل في الطاقه، بحيث ان انت تزود البروتين وتقلل الطاقه. النقطه اللي بعد كده ان انت لو فراخ بياض حاول تقدم عليقه متزنه من الكالسيوم، لان ممكن يكون الكالسيوم هو اللي ناقص، فالفرخ بياكل علف كتير عشان يعوض الكالسيوم، فبالتالي بيزداد دخول الطاقه داخل الجسم. يبقى العلاج بالنسبه للادويه ان احنا هنزود فيتامين هي سيلينيوم، هنزود فيتامين سي، هندي املاح معدنيه خصوصا اللي بتحتوي على الحديد والمنجنيز والزنك، واخد بالك ازاي؟ والنحاس. يبقى انا النهارده لما بعمل كده بقلل الاعراض وبقلل ظهور المشكله دي وبعمل كنترول عليها، او لو كانت عندي بعالجها وبخليها ما تظهرش. ممكن واحد يقول لك ونغير مصدر العلف على طول، مفيش مانع لو هتقدر تغيره غيره، لكن ممكن يكون العلف كويس في باقي العنابر عندك او في باقي المزارع، ماليش معنى يعني، لان بتجتمع الظروف زي ما قلت لحضرتك، بتجتمع الظروف من ايه؟ ان الطاقه تراكمت في العنبر ده، العنبر ممكن يكون كتمه، في حراره، في تزاحم، او في عنبر مثلا بياض في الاقفاص، فمفيش طاقه بتخرج مع ان العلف كويس بس تراكمت الطاقه، فالموضوع ممكن زي ما قلت لحضرتك بتتراكم الاسباب عشان تظهر الحاله دي. فانت لو تقدر يا سيدي تغير العلف يبقى خير وبركه، ما تقدرش يبقى تعمل اللي انا بقول لك عليه، لكن لو ما تقدرش تغير العلف تقدر ان حضرتك تقلل العلف شويه، تتحكم في الكميه المطلوبه يوميا للفراخ خصوصا في الفراخ البياض او الامهات، وبكده بتقلل دخول الطاقه داخل جسم الطائر.